صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عايز اقول لك حصريا والاول مره في مصر والشرق الاوسط كله تقريبا في العالم، يعني رامات من نيو فورزا مساحه 96 جيجا، قطعتين كل قطعه 48 جيجا يا صديقي، بتردد 6000 ميجا. انت مدرك الارقام اللي انت عمال تسمعها دي؟ الموضوع بصراحه شيق قوي، وقلت نجربها مع بعض النهارده ونشوف كل تفاصيلها كالعاده. مش هوصيكم بقى، زي ما انا بجيب لكم حاجات جديده كده باستمرار، ظبطوني لايكس واشتراك في القناه، ولو عايز شرح لاي معلومه تقنيه او مراجعه لقطعه هاردوير ابعت لي تحت في التعليقات. هيا بنا في رحلة شهابية جديدة. الكت اللي معانا موديل نيو فورزا ام دي كي 5 96 جيجا، عبارة عن قطعتين كل واحدة 48، وده رقم مش هتشوفه كتير خالص في عالم الرامات بشكل عام. تغليف الرام بسيط، عبارة عن علبة بلاستيك شفافة وعليها ستيكر فيه بعض المعلومات. التردد او سرعة الرام 6000 ميجا هرتز بمعدل تأخير CL40، اللي تشيب الخاص بالرام من نوع هاينكس، ودي من الافضل في نقطة الاداء وكسر السرعة. معانا دعم اوفر كلوك الانتل من خلال XMP3، كمان دعم للترددات العالية ال AMD من خلال AMD اكسبو. التوافق على معالجات انتل و AMD بدون اي مشاكل او تعارضات، شغالة زي الفل على المنصتين. شكل الرام الخارجي بسيط ولذيذ، هيت سينك ألمونيوم بستايل مميز لفئة ال MDK5، ومفيش أي إضاءة خالص، والرام كلها بتيجي باللون الأسود مع بعض التفاصيل الصغيرة في التصميم. معانا ضمان مدى الحياة على الرام، وده طبعا بيعبر عن الجودة والثقة. سعر الكت ده لسه مش معروف قوي، لأن احنا من أول الناس اللي أخدنا نسخ من الرام دي قبل حتى نشرها في الأسواق، فعشان كده قريب جدا هنجيب لكم السعر وهننزله على الفيديو هنا في التعليقات. جهاز التجربة بتاعنا بالمواصفات الظاهرة على الشاشة. من شاشة البايوس فعلنا وضع الكسر XMP، وكل الأرقام أوتوماتيك اتظبطت على أعلى وضعية للرام 6000 ميجا هرتز بمعدل تأخير CL40، واستهلاك كهرباء 1.30. عملنا أكتر من اختبار ببرامج الضغط عشان نشوف مع أعلى تردد الدنيا هتوصل لفين. درجات الحرارة مع أعلى ضغط ودرجة حرارة الغرفة بدون تكييف وصلنا ل 53 درجة، وفي الوضع العادي كنا من 35 ل 45 درجة، وده معدل ممتاز جدا. يعني الهيت سينك عامل اللي عليه وزيادة بالرغم من إنه يبان بسيط. عشان نشوف مدى توافق الرام واستقرار أدائها والتجربة بتاعتنا تكون كاملة، جربنا مجموعة من الجيمز الحديثة، والأداء كان ممتاز زي ما واضح كده. اسكت بقى، لا طبعا، ما هو مش كل يوم هيجيلي رامة 96 جيجا يعني. رحت كاسر السرعة وحاولت اوصل لاعلى حاجة مستقرة تشغلنا بدون مشاكل، ووصلت بالفعل ل 6800 ميجا هرتز، وكل ده مع درجات حرارة عادية جدا كأننا على وضع ال 6000 الطبيعي. الرام مستقرة جدا، ما حصلش معانا ريستارت ولا شاشات زرقاء خالص ولا اي حاجة من اللي بتحصل لما بنكسر سرعة، وزي ما وضحنا وصلنا ل 6800 ميجا هرتز والدنيا كانت زي الفل. لو مش بتحب الحاجات المضيئة والار جي بي، شكل الرام هيعجبك، هو صامت ولونه اسود والديزاين بتاعها سيمبل وشيك. التبريد ممتاز، يعني الهيت سينك زي ما وضحنا مغطي شرايح الميموري بالكامل بشكل احترافي، مش هتحتاج اي تبريد اضافي على الرامات. نيو فورزا ام دي كي 5 كت 96 جيجا بتردد اساسي 6000 ميجا، تعتبر واحده من افضل واهم الذواكر الموجهه لجيل الDDR5، ولازم تحطها في اولوياتك لو بتفكر في رامه للجيل الجديد.